عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، تفضل. كل سنة حضرتك الله يحفظك. الحمد لله. ربنا يا رب ينفع بك الأمة. بارك الله فيك. أنا ليه عند حضرتك طلب؟ نعم. أنا يعني نفسي أتوب. فكل ما بتوب وبنوي إن أنا ما أعملش الذنب اللي أنا بعمله، وأصلي وأقيم الليل وأبكي وأتضرع لربنا وأنوي إن أنا ما أعملش كده تاني، ما أعملش الذنب اللي أنا بعمله، بيجي عليا لحظة بضعف. نعم. وبرجع تاني. وببقى حضرتك في الوقت في اللحظة اللي أنا بضعف فيها دي بيبقى قلبي ضايع وعقلي ما بقاش عندي لا قلب ولا عقل. فنفسي حضرتك تقول لي يعني أنا نفسي أتوب ونفسي أبقى كويس، لأن أنا يعني أنا الحمد لله عندي حاجة كويسة في قلبي، بس مش عارف أوصل لها إزاي. نعم. يعني بتوب بيني وبين نفسي وبيني وبين ربنا، وربنا بيكرمني وبحس فعلا إن ربنا قبل توبتي، بس أنا يعني مكسوف من ربنا من كتر الذنوب اللي أنا عملتها. نفسي أتوب أنا من الذنوب وأكون قريب من الله، كل لحظة وكل ثانية أكون بقلبي معاه. والقلوب إنما جعلها الله في المقام الأول محلا لذكره، فعمرها الناس بالشهوات، فالسبيل إلى محو الشهوات بأمرين: بالخوف من عقابه أو بالشوق إلى لقائه. بالخوف من عقابه أو بالشوق إلى لقائه، لأن من ازداد شوقا إلى لقاء الله استحيا أن يلقى الله وهو يحمل هذه الشهوات. إذا ابتليت بمعصية، شهوات وشباب ومراهقة، واحد عنده مقاطع في الجوال، واحد عنده فلاش ميموري 20 ولا 30 جيجا ومليانة، ولا عنده هارد ديسك 100 جيجا ومليان خرابيط، أو عنده يعني مواقع، ولا عنده أي وسيلة من وسائل الشهوات والمحرمات. دع هذه المسألة يا ولدي بينك وبين الله، واسأل الله دائما يغفر لك. إذا زلت قدمك ونظرت قل يا رب سامحني، يا رب اغفر لي. يا من أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، بالله عليك أبوس إيديك ارجع لربنا، قل له أنا جاي لك يا رب، خلاص هكسر كل قيود المعاصي، هبعد عن الدنيا وجاي لك يا رب يا حبيبي. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ربنا بيفرح بتوبتك، وهو أصلا غني عنك، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. انتبه يا ولدي، لا تكون داعية لغيرك للوقوع في المعصية، لأنك إذا صرت داعية صرت مثل إبليس. تتوب إمتى؟ لحد الآن مش ناوي تتوب؟ ده المولى عز وجل يجعل مناديا ينادي عليك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ربنا سبحانه وتعالى حبيبنا سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. انتبه لا يستعملك الشيطان دابة يركب على ظهرك يبدأ يقودك لأجل الإفساد النفس. العلماء يقولون: إذا تلبس العبد بمنزلة المراقبة مع المحبة لا يقوم قلبه في مشهد العصيان. المحب صبور، والصبر عن معصية الله عز وجل من أجل أنواع الصبر. الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وأعطاك الصحة والعافية وأعطاك المال ورد عنك خصومك، أي بني آدم عنده وفاء لا يستطيع أبدا أن يجحد نعمة الله عليه ثم يقدم على هذا العصيان. ما انتهيش لحد بكرة، عشان كده بقول لك الحق وتوب النهاردة. وانت عارف اخويا وحبيبي ان موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، عشان كده ربنا بيقول: ففروا الى الله. أكثر الناس حملا هو المحب، ومع ذلك لا يتأفف إطلاقا من ثقل الحمل. أخوي وحبيبي والله الذي لا إله غيره، لو تبت فأنت حبيب الرحمن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. عليك بالصحبة. الصحبة أسرع وسيلة لجمع شمل القلب، وأقصد بها الصحبة الإيجابية مش الصحبة السلبية. أخوي وحبيبي
أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي